في عادة غلط عند كل الناس. انا دلوقتي حالا لو دي معدتي وانا ركبت سواء البالون او الكبسول في نص المعده، يبقى انا السبيس اللي عندي اللي انا باكل فيه النص اللي فاضي. دايما لو حد كل لحد مرحله الوجع او الترجيع يبقى بيعمل ستريتشنج لمعدته. مره في مره تمشي البالون او الكبسول يقول انا قادر اكل اكتر من الاول. المرحله دي يبقى انا وسعت معدتي، عملت لها تريننج كانها عضله وانا دربتها. دي من العادات الغلط جدا. عشان كده احنا بنمشي كل المرضى على حاجه اسمها هانجر سكيل، تعرف انت بتجوع امتى وتاكل امتى وقد ايه عشان خاطر تفضل الدنيا مظبوطه معاك. فلازم تقوم من الاكل وانت خفيف خالص عشان ما تضغطش على معدتك. ده نفس الشيء بنعمله برده في التكميم عشان ما تعملوش ستريتشنج. وان كان في التكميم الموضوع مش سهل قوي انك تعمل ستريتشنج، لكن على مدار سنين تقدر توسعها لو غلطت وعملت العادات الغلط. عشان كده كل الوسائل بتساعدنا ان احنا ننزل في الوزن، لكن عشان نحافظ على الوزن لازم نغير العادات والسلوكيات عشان نحافظ على وزننا طول عمرنا.